هل ايد واحدة كفاية عشان ترفع كأس العالم؟ هيكتور كاسترو طفل معجزة كروية عمره 13 سنة من أوروجواي، سحر كل اللي شافوه بيلعب كورة، بس للأسف في يوم حصل له حادثة وهو بيستخدم منشار كهربائي فقد بسببها دراعه اليمين. فكرة انه يرجع يلعب كورة تاني كان شيء شبه مستحيل، توازن جسمه ما كانش مظبوط وهو ما كانش قادر يجري كويس، بس كاسترو ما استسلمش ولا فقد الأمل، فضل يتدرب لحد ما بقى قادر انه يظبط توازنه، بل انه بقى مراوغ افضل من قبل كده، واطلق عليه المانكو او صاحب الذراع الواحده، وتألقه خلى اللقب ده مقترن بالعبقريه مش اي حاجه تانية. نادي ناسيونال مونتفيديو اتعاقد مع المانكو، فقدهم لتحقيق الدوري السنه اللي بعديها، ده غير انه كسب مع منتخب اوروجواي كوبا امريكا مرتين. المانكو ما اكتفاش انه يقود منتخب بلاده للفوز بالاولمبياد سنه 28، بل كمان سجل اول اهداف اوروجواي في تاريخ المونديال سنه 1930، وكذلك آخر أهدافهم في البطولة. والأمل اللي ما فقدوش كاسترو قادوا إنه يرفع كأس العالم حتى لو بإيد واحدة.